جماعة شياطين غريبة في الغابة خطفوا بنت وهيستخدموها لإحياء الشيطان قائدهم اللي هم معتقدين انه ساكن جواها، ولما يحرروه هيخليهم يعيشوا حياة أبدية بعد التضحية بأنفسهم من أجله. وبيقولوا كلام غريب وكل واحد معاه سكينة وقتل نفسه، وكل ده كان كابوس من جلوريا بخصوص حالة الخطف اللي اتعرضت ليها من 5 سنين على ايد جماعة الشياطين دول، ومن ساعتها خايفة تتعرف على بشر جداد لإما يضروها، وكل اللي عندها هي أمها روس وصديقتها المقربة جوان، وأمها بتحذرها من جوان لأن سلوكها غريب، ولكن جلوريا مش مهتمة لأن جوان بتحبها بجد، وهي كمان بتشتغل معاها في مأوى الكنيسة في المدينة. وفي الكنيسة بيقعدوا الناس أصحاب الصدمات وذكريات الماضي الأليمة وبيحكوا معاناتهم، ولكن جوان مش مرتاحة ومش شايفة أهمية للكلام ده، لأنها شايفة إن المسامحة ونسيان الماضي عمره ما بيخفف الجراح، والإنسان عشان ينقذ نفسه لازم يقتل جراحه بإيده، لأنه لو سامح مرة الناس هتأذيه أكتر من مرة. وجوان مهتمة بجلوريا جدا وهي صاحبتها الوحيدة والمفضلة وبتخاف عليها، وجوان ذكرياتها المؤلمة هو تعذيب أبوها ليها، وجوان بترفض أي حد يقرب من جلوريا خالص زي كنت صديقهم اللي بيحبها، وأثار التعذيب على ظهر جوان من أبوها. وجلوريا حزينة عليها، وتروح جوان تدي سلسلة هدية لجلوريا بمناسبة عيد ميلادها بكرة، وتفرح جلوريا لأنها من النادر لما بتحصل على هدايا. وهي راجعة بيتها تلاقي شاحنة غريبة واقفة، وتلاقي بابها مفتوح وما فيهاش حد، وهي متجهة لبيتها فجأة تلاقي راجل غريب هجم عليها وسلسلتها وقعت، والراجل خطفها قبل عيد ميلادها ما يبدأ بساعات، ورايح بيها المكان بعيد في الغابة. وصحيت بعد ما تأثير المخدر ما خلص، ولقت نفسها مربوطة بسلاسل، والراجل الغريب مش واخد باله، ولقت تليفونها وشنطتها جنبه، فتنتهز تشتته عنها وتروح تستخدم التليفون وتكلم أمها تنقذها، بس للأسف أمها نايمة وما سمعتش التليفون، ولما تيجي تسجل لها رسالة الراجل الغريب مسكها وخدرها من تاني، وآخر حاجة سجلتها في مكالمة أمها هي صراخها، وتلاحظ علامة غريبة على إيده. وفي الكنيسة بتوصل جوان وبترن على جلوريا وما تلاقيش رد، ومستغربة انها ما جاتش الكنيسة، حتى كلينت ما شافهاش، وشاحنة الراجل الغريب وصلت للغابة المعزولة وفيها جماجم كآثار لجماعة الشياطين القديمة، وخد جلوريا ودخلت البيت وربطها بالسلاسل وهي متخدرة، وتشوف من كوابيسها لما جماعة الشياطين كلهم انتحروا، وهي مليانة بالدم بتاعهم اللي ترش عليها، وهي بس اللي نجت من الكارثة دي وفاقت من الإغماء. وتلاقي الراجل كويس معاها وراح جاب لها مية فيها مادة مهدئة عشان تستعد للطقوس قبل شروق الشمس النهاردة، ويطمنها إنها بعد الطقوس الوهمية ما تخلص هي هتبقى في أمان، وهو عمل كده لإنقاذها. ومن كتر قلق جوان على جلوريا كلمت أمها روس من التليفون، وتستغرب هي كمان إن جلوريا ما راحتش الكنيسة، وجوان تطلب منها تدور عليها في البيت، والأم ما لقيتهاش، ولما تروح للمكالمات المسجلة تسمع صوت صراخها، ولازم تكلم الشرطة بسرعة، والشرطة جت ومستحيل الشرطي يفهم حاجة من صراخ جلوريا، وهم هيتتبعوها وهيدوروا عليها في كل حتة، بس جوان مش واثقة فيهم انهم هيعرفوا يلاقوها، فهي هتتصرف وهتدور بنفسها، وقررت تروح الكنيسة وتدي ورق اختفاء لجلوريا للناس، وهم كلهم هيساعدوها وهيدوروا عليها أسرع. وفي البيت المعزول في الغابة بتسأل جلوريا عن اسم الراجل الغريب، ويقول لها انه توماس، وتسأله ليه اختارها هي تحديدا دونا عن باقي الناس، واشمعنى هي بترجع للجماعة دي بعد ال5 سنوات اصلا، فيتضايق ويقول لها انت مش مستحملهم كام ساعة على بعض، فما بالك بقى انا اللي عشت معاهم طول حياتي بتعذب، وساعة لما الجماعة خطفوكي انا اعجبت بيكي، ومش مصدق ليه هم هيضحوا ببنت جميلة زيك، وهو مش مؤمن اصلا بمعتقداتهم، هو مجبر عليها بسبب تعذيبهم ليه. ولما كلهم انتحروا الطقوس فشلت لانه ما قدرش يضحي بنفسه وهرب، وانا انقذتك وهنقذك اهو تاني مرة. وتلاقي جوان مكالمة من روس ام جلوريا ان الشرطة بتحقق لقوا سلسلة غريبة وهي اللي جوان اديتها لها قبل عيد ميلادها، وده معناها للشرطة ان جلوريا اتخطفت من قدام بيتها مباشرة بعد ما حصلت على هدية جوان. وتوماس هينقذ جلوريا عن طريق انه لما ينفذ الطقوس لوحده عليها الشيطان مش هيتحرك،
هيتحرر، لان عدد التضحيات هيكون قليل، وبكده جلوريا هتبقى في امان للابد. وهو متأكد من فشل الطقوس دي اصلا، لانه مش مؤمن ان جلوريا جواها شيطان، ولا حتى مؤمن بمعتقدات الجماعة الغريبة. ولما رجع البيت لقاها مش موجودة، وفجأة لقاها وراه وشكلها جميل وانها كمان بتحبه. وتوماس متماسك لانه عارف ان كل دي هلوسات بسبب خوفه من الطقوس. وجلوريا في الحقيقة قدامه حالتها سيئة بسبب المادة المهدئة اللي اداها لها. وورق اختفاء جلوريا في كل مكان ومحدش لاقيها، وجوان بتخبط على البيوت وتسألهم وتوزع عليهم الورق كمان. وواحد من الناس مهتمش وقفل الباب في وشها، فاتضايقت وجالها حالة عصبية غريبة وخبطت من تاني على الباب، والمرة دي معاها سكينة، وتهدد الراجل وتجبره يشوف الورقة وهل يعرف جلوريا ولا لأ، ويقول لها لأ فتعتذر له. وقبل ما تمشي تقول له شفت لو قلت بالذوق من الأول ما كانش كل ده حصل. وجلوريا كل ساعة حالتها بتسوء اكتر، وتشوف الباب بيتفتح لوحده واحد اشخاص جماعة الشياطين ظهر وطلع تهيئ ليها، وتوماس بس اللي قدامها، وتقول له انها محبطة وعايزة الطقوس تخلص دلوقتي وتروح بيتها بسرعة. فيوعدها انه بعد شروق الشمس هي هتبقى حرة ولازم تستحمل كلها ساعات بس مش اكتر. وجوان بتنشر ورق اختفاء جلوريا، تلاقي مكالمة من روس وتقول لها لقينا معلومات عن جلوريا وتعالي البيت. ولما تروح تلاقي الشرطي ويقول لها فيه راجل اشتكى انك هجمت عليه وهديتيه بالسلاح، وكمان جلوريا اختفت بعد لما اديت لها سلسلتك الهدية، احنا شاكين فيكي ولازم تيجي معانا الاسم نحقق معاكي. والحالة العصبية جات لها لانها مش مهتمة باختفاء جلوريا، وطلعت سكينتها وقتلت الشرطي. وروس كمان ام جلوريا لانها شاكة فيها انها اخفت جلوريا عنها لانها ما بتحبهاش، وكانت بتطلب من جلوريا تقطع علاقتها بيها. وتوماس بيحكي لجلوريا عن الشيطان أبادون اللي الجماعة مؤمنين انه ساكن جواها. هو شيطان يمكن تحريره كل 5 سنوات، تحديدا لما امر لوكاس يظهر بالكامل وبيمنح البشر قوة وحياة ابدية اكنهم اتولدوا من جديد، والليلة لازم ينفذوا الطقوس، ولما تفشل هي هتبقى حرة للابد، وهيستخدم دمه هو بما انه من الجماعة في الطقوس. وتقول له جلوريا مش الجماعة انتحروا كلهم قبل 5 سنين لما خطفوها لأول مرة؟ فيقول لها لأ، فيه واحدة لسه حية وهي أختي جوندولين، وهي يا صديقي جوان صديقتها المفضلة، وهي كانت صديقتها مش عشان بتحبها، لأ عشان تستخدمها وتحرر الشيطان القائد أبادون اللي جواها. وفجأة تشوف جلوريا الشيطان جنب توماس، بس طلع تخيل منها، ويقول لها اكيد الهلوسات دي بسبب المادة المهدئة وهي هتساعدك في الطقوس. وتقول له ماذا لو الطقوس دي حقيقية، هي كده هتموت بجد والشيطان هيتحرر. يقول لها ما تقلقيش مستحيل الكلام ده يكون بجد. وفجأة يلاقي في ظهرها علامات غريبة اكن فيه جناحات هتطلع لها، وكده بدأ يشك هل معتقدات جماعة الشياطين بجد، وهل الشيطان أبادون هيتحرر. وما بقاش فاهم حاجة، ويلاقي الشيطان ظهر له وكان مجرد تخيل بسبب خوفه من حقيقة الطقوس. وراح يودي جلوريا لمكان اريح ليها من على الارض، وربطها بسلاسل برضه عشان لو ظهر عليها تأثيرات عنيفة ما تهجمش عليه وما تهربش من المكان. وما بقاش عارف هل هينجح لوحده في الطقوس ولا لأ، والامر بقى صعب عليه جدا وتتضايق لانهم لازم يدوروا على جلوريا طول الوقت. وكنت هو اللي عمل كده لانه لقى احد الاشخاص قال له انه شاف الشاحنة الغريبة قدام بيت جلوريا، وشاف راجل غريب نص وشه محروق خطفها، وجري بسرعة للطريق السريع للشرق، واكيد رايح للغابة هناك فلازم يروحوا هناك بسرعة. وجلوريا لما سألت توماس على تشوه وجهه يقول لها الجماعة حرقوني لما كنت برفض معتقداتهم. وتقول له انها عايزة تكلم جوان صديقتها المقربة. يقول لها مين قالك انها صديقتك، دي اصلا كدابة وشيطانة، وهي اختي، هي مصاحباكي بس وما بتخليش حد يقرب منك لانها تضحي بيكي. والاثار بتاعت التعذيب بتاع ابوها ليها هي مش بجد، هي اصلا اذت نفسها بنفسها. ابويا كان بيعاملها كويس لانها مؤمنة بالطقوس، اما انا عشان كنت مش مؤمن فهو كان بيعذبني. حتى هتلاقي على ايدها رسمة الجماعة وهي شوهتها عشان محدش يكتشف حقيقتها. وهي كمان كانت واحدة من الجماعة لما حاولوا
يضحوا بيكي من 5 سنين بس ما خلوهاش تضحي بنفسها بحجة انها صغيرة في السن لسه. وجوان ده مش اسمها، ده اسم امها، واسمها الحقيقي هي جوندولين. وساب جلوريا وراح يتمشى في الغابة، وجلوريا لوحدها تلاقي اقفال السلاسل بتقع لوحدها، وحررت نفسها وشافت صور ابادون وتتبع توماس ليها طول ال5 سنين. وفجأة تلاقي الشيطان ظهر وتهرب في الغابة وتلاقي توماس، ولما يروح يتأكد من وجود الشيطان في البيت ما يلاقيش حاجة، ولكن لما يتأكد من جلوريا يتصدم لما يلاقيها بدأت في التحول بشكل كامل، وجناحاتها كبرت وشعرها وقع وخدت لون عيون أبادون الزرقاء، وما بقاش مصدق نفسه، وكده صدق ان الطقوس دي شكلها حقيقية والشيطان جوه جلوريا، بس مش عارف هيعرف يوقفها ازاي. وكنت وجوان في طريقهم للغابة هيسأل كنت جوان هي ليه ما كلمتش الشرطة تروح هي تتأكد، تقول له لازم هما ما يعتمدوش على الشرطة لانها هتأخرهم، والحقيقة اصلا لانها قتلت شرطي. ولقوا شاحنة توماس وما فيهاش غير تليفون جلوريا وشنطتها، وبما ان جوان مش عايزة اي حد يحضر الطقوس من بره الجماعة فقتلت كنت. وجلوريا حالتها بقت خطيرة جدا مع اقتراب غروب الشمس، وعمالة بتتخيل في جماعة الشياطين وجوان اللي بتتبعها واللي ضحكت عليها وهي عايزة تضحي بيها باسم الصداقة الوهمية. ومش عارف توماس لو هي اتحولت هيتصدى للشيطان ازاي، ودايما موجه سلاحه عليها عشان لو الامور بقت صعبة هو هيضطر يقتلها وينهي اللعنة والقمر اكتمل. وتوماس متردد انه يقتلها لانه وعدها انه بعد شروق الشمس وهو بيبدأ هيخليها تشوفه، وهي هتكون سليمة كمان بعد ما ينقذها ويحررها من ابادون الشيطان ويفتكر ذكريات جماعته الشريرة اللي اجبروه على الايمان بمعتقداتهم وكانوا بيعذبوه عشان يؤمن بكده، واللي عذبته واستمتعت وحرقت وشه هي اخته جوان. وفجأة يلاقيها قدامه في الغابة وتضربه ويغمى عليه، وكانت عارفة انه هو اللي خطف جلوريا لما سمعت من الشاهد بخصوص وجهه المحروق اللي هي حرقته اصلا. وحطت جلوريا في علامة جماعة الشياطين وبتستعد للطقوس لتحرير الشيطان ابادون. وجلوريا مصدومة فيها، وياما امها روس حذرتها منها وهي ما سمعتش الكلام، وصدمتها كبيرة في صديقتها جوان. وجوان تقول لها يمكن بعد ما نضحي بنفسنا من اجل ابادون نعيش مع بعض في الجنة. وتوماس فاق من الاغماء ولقى نفسه محبوس في البيت، ووقت شروق الشمس خلاص قرب وجوان هتبدأ في الطقوس، فراح يكسر في خشب البيت عشان يخرج منه قبل فوات الاوان. وجوان رجعت ارواح الجماعة استعدادا للطقوس النهائية، وبدأت تقول الكلام الشيطاني على جلوريا. وحرر توماس نفسه ولقى فاس وخده وكسر الباب على جوان وهي بتقول الطقوس، ولكن فجأة يلاقي نفسه في عالم غريب وجلوريا موجودة وتقول له انهم في الجنة ولازم يسلم نفسه لأبادون لانه بيوفي بوعوده وهي في الجنة دلوقتي. ولكن ما صدقش برضه، وده لانه شاف علامة الجماعة على ايدها، وكده عرف انه كذب ومسك الفاس وضربها بيه، والحقيقة انه ضرب جوان بس ما تهتمش بيه وبرضه تكمل في الطقوس. وتوماس اتشد لاخر الغرفة والسلاسل ربطته، وجوان خلاص بتنهي الطقوس وخد سلاحه ويحاول يقتلها، بس فجأة يلاقي السلاح مصوب عليه هو، ولو ضرب نار هو اللي هيموت. والشيطان أبادون بدأ يظهر وهيقتل جلوريا للسيطرة على روحها بعد ما سيطر على جسمها، ولكن جاب توماس الفاس وضرب به جوان للمرة التانية وقتلها قبل نهاية الطقوس بدقيقة. والشيطان اختفى واللعنة اتكسرت، وراح توماس لجلوريا ولقاها ميتة وهو وعدها يشوفوا شروق الشمس مع بعض، وجناحاتها وقعت منها وبقت جثة، وراح ياخدها ويتفرجوا على شروق الشمس املا ان روحها ترتاح. ولكن فجأة لقاها حية ولغتها معاه غريبة، والشيطان فشل يتحرر بس هو مسيطر على جسمها بالكامل دلوقتي. وفجأة طلعت لجلوريا جناحات جديدة وأكبر وقتلت توماس بسبب الشيطان المسيطر عليها. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص، ولمزيد من الأفلام هسيب لك روابط لقوائم تشغيل ليهم في الوصف تحت الفيديو.